السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة تعلم مع المساء. هذه القناة التي سأشارككم من خلالها مجموعة من النصائح والوصفات. اليوم إن شاء الله أريد أن أشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم. قبل أن أعطيكم هذا الدعاء الذي سأشارككم إياه هذا اليوم، أدعوكم أخواتي إلى الاشتراك في قناة ابن أختي زكريا فلوجر. سأترك لكم رابط قناته أسفل الفيديو في صندوق الوصف. شكرا لكل من ذهب وشجعه، يعني باسم قناتي عالم الماسا. شكرا لكم صراحة، يعني شرفتوني، وشكرا لكم من صميم قلبي، لأنكم فعلا ناس طيبين وتحبون الخير، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. انا فرحانه لان عندي ناس بحالكم تيتبعوني في القناه ديالي. شكرا لكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالو انا غنترك لكم الرابط اسفل الفيديو. اليوم ان شاء الله ساشارككم دعاء، يعني الناس عديده واخوات عندهم ابناء عفوا ما كيسمعوش ليهم لهضرتهم، يعني لا يطيعون يعني كلامهم. انا اليوم ان شاء الله غادي نشارككم هذا الدعاء هذا اللي تقول لك فيه، يعني الا تحب ان تكون من الشاكرين وان يصلح الله لك ذريتك. يعني يعني داوم على قول هذا الدعاء اللي بغات ولادها يطيعوها ويسمعوها. يعني اللي بغات وليداتها يبقاو يطيعوا ليها ويصلح ليها وليداتها اللي عندها وليدات، يعني مثلا يعني مبليين، يعني ياخذوا المخدرات او ما يسمعوش كلامها، عصبيين. ما عليها دائما الا انها تداوم على قول هذا الدعاء. والدعاء هو كالتالي: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا الدعاء بمجرد انك اختي او اخي الكريم تبقاو تقولوه وتداوموا على القول ديالو، ان شاء الله بهذا يعني ربي غادي يصلح لكم الذريه الصالحه ديالكم وتشوفوهم كما تريدون ان شاء الله. وبالدعاء وكثره الاستغفار ان شاء الله تطلبوا لهم الهدايه دائما في الصلاه. يا ربي يا ربي، يعني ندعي مع ولادي يا ربي ما نشوفش فيهم شي، ما نشوفش يعني ما نشوفش لهم نهار خايب. ادعي لهم يعني يعني بالخير. يعني دعوة الأم راه ضروري، الأم خاصة تدعم مع وليداتها دائما في الصلاة ديالها. إذا كان هذا هو مقطع اليوم، أتمنى أن تشتركوا في القناة إذا لم تشتركوا بعد، وأيضا الاشتراك في قناة ابن أختي زكريا تشجيعا له. وشكرا لكم كاملين. أضرب لكم موعدا في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.